السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مرة أخرى على قناة صوت النساء. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم حلوى سميناها كرات الثلج. لتحضير هذه الحلوى غنحتاجو المقادير التالية: ربعة ديال الزبدة لينة، جوج بيضات يعني جوج خنيشات ديال الفاني، كاس سكر كلاصي، مقدار زلافة ديال اللوز مسلوق ومقشر ومقلي، جوج كيسان ديال الزيت يعني باكية ديال المايزينا، كذلك نحتاجو مقدار ديال الطحين على حساب الخليط، وللتزيين غنحتاجو كمية من الشوكولات ابيض وكذلك كمية من الكوك. نمر الان طريقة التحضير. في اناء تنوضعو الزبدة، تنوضعو فوقها السكر كلاصي، تنخدمو مزيان بيدينا حتى تندمجو مع بعضياتهم مزيان. بعد ما خدمنا العناصر الاولى مزيان يعني الزبده والسكر، ضفنا ليهم جوج كيسان ديال الزيت ونخلطوا العناصر مزيان. نضيفوا ليهم جوج البيضات وجوج خنيشات ديال الفاني، نخلطوا العناصر مزيان. بعد ما تخلطوا العناصر مزيان تنضيفوا ليهم يعني باكيه ديال المايزينا او باكيه ديال النشا، بعد ذلك نبداو نضيفوا الطحين ونخلطوا. حنا تنخلطوا تنشوفوا الخليط ديالنا واش تجمع يعني العجينه ديالنا واش تجمع ولا لا، وتنبقاو نضيفوا في الطحين حتى نحصلوا على عجين كما لاحظتوا. تنبقاو نخلطوا العناصر مع بعضياتهم وتنضيفوا الطحين يعني بكميات قليله حتى كنحصلوا على عجين متماسك بهذا الشكل، يعني عجينه رطبه متماسكه. بعد ما حضرنا العجينه ديالنا وخلينا ارتاحت واحد المده، نمروا لطريقه التشكيل. تابعوا معنا الطريقه. تناخذوا العجينه تنبسطوها في يدينا وتنوضعوا قلب ديالها لوزه وتنحاولوا نشكلوا بها كره على هذا الشكل هذا، يعني طريقه جد بسيطه. تنتمنى ان الفكره تكون وصلت. كما سبق وقلت تنكرروا نفس العمليه حتى نكملوا كل العجين ديالنا. بعد ذلك تنستفوه في لاطه ولا طاوه وتنوضعوه في الفران حتى تطيب الحلوى ديالنا. وبعد ذلك نمروا العمليه التاليه وهي عمليه تزيين الحلوى. بعد ما كملنا من تحضير الحلوى ديالنا ودخلناها الفران وطابت، كانت النتيجه على الشكل التالي. بعد ذلك نمروا لطريقه تزيين هذه الحلوى وهي بهذا الشكل. تناخذوا حلوى تنديروها في شكلاط دايب، بعد ذلك تنمرروها في الكوك، ثم تنوضعوها في كويغطات. نوريكم شكل ثاني.
بعد ما كملنا مرحلة تغطية الحلوى ديالنا يعني بالشكلاط والكوك، يمكننا نضيفو القليل من الشكلاط الاسود فوق الحليوات ديالنا باش نعطوهم قليل من الجمالية، باش نحصلوا على نتيجة مثل الشكل اللي في الصورة. كنتمنى ان طريقة تحضير هذه الحلوى تكون عجباتكم، وكنتمنى كذلك ان الشرح ديالنا يكون وصل، وبالصحة والراحة، والى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله.